السر اللي الكلاب عرفوه. ازاي تكسب الناس مش بالكلام الكتير لكن بحب وابتسام. تعال نشوف مع بعض ازاي نكسب قلوب اللي حوالينا كبار وصغيرين. الكلاب بتكسب حب الناس بالإخلاص والبساطة مش بالكلام. كلنا بنحتاج حب واهتمام في أي سن وفي أي وقت. السر الحقيقي في العلاقات الناجحة هو الاهتمام الصادق، الابتسامة اللي تطمن. لما تهتم بحد بصدق هتلاقيه بيفتح لك قلبه من غير مقاومة. تعالوا نطبق السر ده ونعيش بحب أكتر وتأثير أعمق في الناس. هل فكرت قبل كده إن الكلب هو الحيوان الوحيد اللي مش محتاج يشتغل عشان يقدر يعيش؟ بمعنى إن الدجاجة بتبيض عشان تكسب رزقها، والبقرة بتدي حليب، والعصفورة كمان بتغني، لكن الكلب بيعيش فقط عشان يحبنا من غير ما يحتاج يعمل حاجة. بمعنى إنك لو عايز الناس تحبك وتكون حواليك لازم تركز على إنك تهتم بيهم، مش بس تفكر في نفسك. يعني بدل ما تفضل مستني إن الناس تسأل عليك أو تهتم بيك، ابدأ أنت اسأل عنهم، شاركهم لحظاتهم، افتكر تفاصيلهم الصغيرة زي لما تسأل صديقك عن يومه أو إذا كان عنده حاجة تشغله. شاركهم لحظاتهم الخاصة زي النجاح وأعياد الميلاد، بدل بالتهنئة أو رسالة. افتكر تفاصيلهم الصغيرة زي هواياتهم أو الأشياء اللي بيحبوها، زي نوع قهوتهم المفضلة أو كتاب بيحبوه. شاركهم في المحادثات. لما تهتم بالآخرين بصدق هتلاقيهم يبادلوك نفس الاهتمام. المفارقة هنا إنك لما تدي الاهتمام بصدق هتلاقي الناس بتنجذب ليك تلقائيا، وهتحس إن ليك مكانة في قلوبهم. على العكس، لو كان كل همك ان الناس تهتم بيك من غير ما تقدم لهم حاجة، هتلاقي نفسك وحيد، لان ببساطة كل واحد في الدنيا دي مشغول بحياته وبيفكر في نفسه اكتر من اي حاجة تانية. طيب لو عايز حد يحبك بجد لازم تخرج بره دايرة انا وتبدأ تفكر في غيرك. اعمل حاجة تفرحهم، حاجة بسيطة بس تفرق، زي انك تحفظ اعياد ميلادهم وتبعت لهم رسالة لطيفة، او حتى مكالمة سريعة تقول فيها كل سنة وانت طيب. مش لازم تكون حاجة كبيرة، لكن تكون حاجة طلع من قلب. حاجة كمان، لما تقابل حد حييه بحماس، لما يرن عليك رد عليه بصوت مليان طاقة وفرح، حسسه انك مبسوط بسماع صوته مش مجرد لن التليفون وعابرة. الناس بتحب اللي بيحبها وبتبعد عن اللي متجاهلها او البارد معاها. اكتر سلاح سحري عندك هو الابتسام. ايوه، الابتسامة اللي طالعة من القلب، مش الابتسامة المتصنعة اللي الناس بتاخد بالها منها على طول. الابتسامة الحقيقية بتقول للشخص اللي قدامك أنا سعيد إني شفتك، وجودك بيخليني فرحان. وهي دي نفس الطريقة اللي الكلاب بتكسب بيها حبنا. الكلاب بتفرح لما تشوفك، تفرح لدرجة إنها ممكن تقفز من جلدها، وده بيفرق معاك. فكر في ده، ولو عايز الناس تحبك اهتم بيهم، ابتسم لهم بصدق، حييهم بحماس.